السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جبت لكم عم عبد الحميد. عم عبد الحميد أقدم سقة في مصر، أو بمعنى أصح آخر سقة في مصر. عم عبد الحميد من محبين آل البيت. عم عبد الحميد بيحب يسقي الناس لوجه الله الكريم، يعني بدون أي مقابل. عم عبد الحميد رغم ان هو كبير في السن بس بيشعر بالسعادة لما بيسقي الناس بإيده. تعالوا نتعرف عليه اكتر من ازاي صحتك. الحمد لله ورضا بخير، والحمد لله طول ما انتم طيبين. كل سنة احنا وحضرتك طيبين وانتم كل سنه وانتم طيبين بعيد الاضحى المبارك. عم عبد الحميد، انت اقدم سقة موجود في مصر صح؟ نعم. من امتى؟ انت بقالك قد ايه في الموضوع ده؟ ده بتاع يعني 50 سنه. 50 سنة في المهنة دي؟ في المهنه بعد ابوي على طول. طب كلمنا بقى عن نفسك شوية. نعم. كلمنا عن نفسك شوية. اتكلم على نفسي بالصلاه على رسول الله، نطلب ولا نرفض. نسقي بالصلاه على النبي كده لله في لله بحق جاه رسول الله، بس كده؟ وطالبين من الله سبحانه وتعالى. كان لنا احنا حجه وناظرين هتيجي الحجه من السعوديه. ان شاء الله ربنا بتاعت يكرمك. السعوديه انا نفذت بيها، وهي والصحفيين برضه بالصلاه على النبي. علي افضل الصلاة والسلام. المصريين طلعت الحجه بتاعتهم وقاعده الحجه بتاعت السعوديه. يبقى الصلاه على النبي تبلغوها تقول له الحاج عبد الحميد عاوز يطلع الحجه بتاعتك يا حجه، طلبنا بيها وعاوزين يطلع. ان شاء الله ايه بإذن الله. رايك بالصلاه على النبي؟ عليه افضل الصلاه والسلام. شوف ايوه لا لا، ان ما شاء الله. تخلينيش معلق كده بالصلاه على النبي، واحنا طالعين لله في لله بحق جاه رسول الله، على دين المرحوم جدي وعلى دين المرحوم ابوي، بالصلاه على رسول الله. والقربه معانا انا خدتها ورقدت تحت رجلين ابويا لما شلتها القربه. انت واخدها وراثا عن والدك. ده انا لو ما رقدت عن ابوي تحت رجلين ابويا ما كانش يقول له قوم. طيب يا ابويا ربنا يعينك. كان عمرك قد ايه بقى ساعتها؟ كان عمري بتاع 30 سنه. 30 سنة؟ في عز شباب. ما شاء الله. 30 40. طب والقربة دي تقريبا وزنها قد ايه؟ نعم. القربة بقى وزنها قد ايه؟ القربة زي لما اخذ تجيب بهيمة بتولد. ماتت تولد غيرها. لا انا اقصد هي تقيلة يعني عليك؟ مش طالعة على النبي. حمل. هي معمولة من جلد بقى ايه بقى؟ من جلد المعيز. جلد المعيز. بس اكيد ليها طريقة معينة يعني. بس بالصلاة على النبي احنا ننضفها تمام التمام و24 جرات ونخليها احلى مية فيها. ما شاء الله. تسيب التلاجة وتشربي منها. هي انا دقت المية ما شاء الله جميلة وحاسة ان هي ساقعة. ما انت بالصلاة على النبي لما كل اخواني واولادي الحمد لله والفضل والكرم لاوليات الله الصالحين، السيدة زينة وسيدنا الحسين واوليات اللي سيد علي وكلهم، ست فاطمة النبوية وسيد احمد الرفاعي، كل ده بالصلاة على النبي، وسيد علي زين العابدين زينهم بحضرة النبي. ما يعني ما فيش شيخ اللي ما روحه بأمر الله. بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب ممكن بقى تورينا القربه بتاعت حضرتك؟ انت شرف لينا كلنا. الله يطيب له خاطرك والله انا عايزاك بقى توري الناس القربه بقى. بالصلاة على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. متع كده وشوفيها وتصور القربه. بصوا ده القربه. عم عبد الحميد بيسقي الناس كده لله. بصوا دي الناس الطيبة اللي احنا عايشين ببركتها. اتفضل القربه بالصلاة على رسول الله. المية طعمها جميل سبحان الله. ايه رأيك في طعم المية؟ حلوة؟ قولوا له تسلم ايدك. تسلم ايده. يعني حاجة قديمة حلوة ملفتة للنظر يعني، التراث مش كده؟ أكيد. أيوه هو بيطلعها لله في لله. حضرتك طيبة. بالصلاة على رسول الله. أي خدمات. عبد الرسول السلام. أنت بتسقي الناس بدون أي مقابل يا حاج عبد الحميد؟ ما احنا بالصلاة على النبي. عليه لا أفضل الصلاة نطلب ولا والسلام. نرفض. يعني إيه طيب؟ يعني بالصلاة على النبي ما نقولش هات دخرس. لكن اللي يمد لي كده كده من قلب النظيف ما نقولش لا. أيوه. ايه. أيوه
صح. لكن بالصلاة على رسول الله نقول لا، ده نقول احنا قوم لا نطلب ولا نرفض. بتاع 40 سنة ولا 50 سنة. 50 سنة في المجال ده. بالصلاة على رسول طب الله. حضرتك بتبقى متواجد فين بقى بالظبط؟ قاعد بالمحافظة أسيوط، مركز منفلوط. وبتيجي هنا؟ ايه، بادوا كل جمعة هنا بالصلاة على رسول الله. يعني انت يوم الجمعة بس بتبقى متواجد؟ للسيدة وسيدنا الحسين والحبايب كلهم أزورهم، واطلع الصعيد برضه. ما شاء الله ما شاء الله. ده بتيجي سفر ومشقة عليك. نعم. ده مشقة عليك السفر ده. لا بس السفر ما كان حتى تعب، مريحيننا هم. الراحة الربانية أحلى من الدنيوية. بالصلاة على رسول الله. تسلم ايدك، ربنا يديك الصحة يا رب ويخليك دايما. الحمد لله. وربنا سبحانه وتعالى يدينا بشجانا، وربنا سبحانه وتعالى وثم انتم. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. وانتم طيبين، كل سنة وتعيد يكون عيد عليكم إن شاء الله بخير. السلام عليكم. حديث بتاعنا بالصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.